السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم ان شاء الله الكنافة. كتجي واعرة الصراحة. هنحتاجو فيها نص كيلو د الكنافة و250 غرام د الزبدة هولنديسة. نعدلو الزبدة ديالنا في الكاسرونة، نعدلوها فوق النار الدوب. صافي في الهاشوار غنشبرو الكنافة، نبقاو نحاولو نقطعوها شويه، يعني نفسخوها من بعضياتها ونعدلوها في الهاشوار ونطحنوها مزيان مزيان. صافيها بعد ما طحناها جات على هاد الشكل. ولكن ملي كتكون كطحنا في الهاشوار كتبقى دوغا في الموس د الهاشوار، يعني فتحوا الماكينه وديك الساعه عاونوها وزولوا من الموس د الماكينه ديك الكنافه اللي وغال فيها باش تطحن مزيان. واللي ما عندوش بالامكان ديالو يستعان غير بالمقص او بيدو، يعني يبقى يفكها هيدا من بعضياتها. صافي بعد ما ندبت الزبده ديالنا نبقاو نضيفوها بشويه بشويه، وغندخلو فيها الزبده مزيان مزيان مزيان. انا سربيت لكم الفيديو ولكن كان طويل، ولكن سربيته باش تشوفوا ادق التفاصيل. واخا طحنتوها مزيان، ملي كتعملوا الزبده كتبقى تحشى الكنافه مع بعضياتها. حاولوا ما امكن انكم تفسخوها وقلبتها، حيت في القاع كيكون بقى شحته. وبقيت نزيد عليها الزبده. الا جبتو هاد النوعيه د هاد الزبده 250 غرام كافيه مع 500 غرام د الكنافه. وانتم بالامكان ديالكم تعدلوا غير نص الكميه على حسب الرغبه. واذا ما دخلتوش فيها الزبده مزيان وبقى شي جهه شحته، يعني ما فيهاش الزبده، بقات تفتت لكم ملي غادي تجيو تشكلوها في الطاوه. ها تشوف كيفاش خرجت الزبده مزيته كامله. صافي دابا واجده. انا خديت هاد الطاوه عملت فيها بابي كويسون. صافي انتم بالامكان ديالكم يا اما تستعملوا نفس الطاوه ودعدلو ورق الطبخ، ولا دعدلو سيركل، يعني غير ديك الحديده اللي مدوره والقاع ديالها دعدلو شي طاوه مربعه فوق منها ورق المطبخ. سيركل كيعطينا الخدمه ملي كتجي تقلبها كتقلب ساهله، حتى هذه الصراحه تقلبت لي سهل. صافي هنا نبقى نعدل الكنافه ديالي في الطاوه بشويه بشويه، نعمر الفراغات كاملين، ما نخلي حتى شي شويه د الفراغ. في نفس الوقت غادي غنرد فحال عجينه وحده، واخا هي كنافه غنرد فحال لي زعما خبزه وحده. انا قلت لكم بالعاني خليتكم الفيديو سربيت لكم، ما بغيتش نقص منه بزاف باش تتبعوا التفاصيل. صافي هنا الصبيعه ديتي كنحاول نحشي في الجوانب باش كتعوض، وفي الوسط كانت كي مزيان. خاصة اصلا تكون يعني معوطة، ما يكونش شي طالع شي هود شي فيه الكنافة بزاف شي لا. دابا بديت كنعدل الجوانب د الطاوة، حيت ضروري الكنافة كيكون واحد السمك عندها معوض، ضروري خص يكون الجوانب يكونوا حتى هما معوضين، ماشي نركزوا غير على القاع د الكنافة والجوانب ننسوهم، ضروري حتى هما خصهم يكونوا معوضين.
صافي هانا ساليتها، نعاود نلقى وعاود الجوانب. دابا غادي نجي نوجد الكريمه. استعمل جوج من ديك الكريمه د 200 غرام اولا استعملوا جوج كيسان د العنبه د الكريمه يكونوا عامرين. واحد شاسي د الفاني، كيس الفاني، 4 المعالق كبارين د النشا مايزين. صافي بعد ما عملت النشا ديالي غادي نحرك بالفوي مزيان قبل ما نعدلها فوق النار، حيت لا عدلتها فوق النار غادي تكور ديك النشا، غادي تبقى مكوره اصلا وغادي تحرق. بعد ما نحرك مزيان غنعدلها فوق النار، ولكن في نفس الوقت غنستمر في التحريك ديالها، ما نوقفش حتى تغلي. هي بعد ما غلات تقالت. كنخوي الكريمه ديالي فوق الكنافه، نخويها كامله في الوسط. صافي بعد ما نخويها نبقى نعدلها في الجوانب، يعني نعدلها فوق الكنافه طبقه متساويه، ونعدل غير بشويه. انا سربت الفيديو باش تشوفوا المراحل، اما واذا عملتو بالزربه غادي يبقى طلع الكنافه معكم في ديك الكريمه. لهذا عدلوا غير بشويه، يعني بقاو دوزوا ديك الكريمه فوق ديك الكنافه غير بشويه. انا قلت لكم انا مسرعه الفيديو صافي باش تشوفوا التفاصيل. صافي دابا جبت الموزاريلا ديالي، حكيتها في الحكاكه الغليطه، وغادي نبقى نوزعها فوق ديك الكريمه حتى هي عاود نحاول كل شيء الجوانب الوسط، ما نخلي حتى شي موطا ما فيهش شي الموزاريلا، نوزعوها في الطبقه كامله باش كتجي طبقه الكنافه، طبقه الكريمه، طبقه الموزاريلا، وطبقه اخرى الكنافه من فوق. هنايا جبرت الكنافه ديالي تجمعات بديك يعني قصاحت بديك الزبده، كنفتحها بيدي غير بشويه. عاد بالامكان ديالي نعدلها فوق الموتزاريلا، يعني هذه الطبقه الاخيره غنوزعها كامله، عاد في الاخر نعوضها. هنايا غادي بقى تساوي ديك الطبقه مع بعضياتها، نجي معاوطه، ولكن في نفس الوقت ما نساوش الحواشي حتى الحواشي تكيو عليهم باش تجي طبقه متساويه، يعني باش كتلتصق الطبقه السفليه والجانب مع الطبقه الفوقيه، باش ملي كتخرجها كتجي عامله على شكل الكيكه، يعني ما كيبقاش فيها الفراغ. نبقى فيها الفراغ من عاد تقطعها غادي تبقى تفتت لك. صافي شعلت الفران ديالي يسخن على درجه الحراره 180 من فوق ومن تحت، على حساب سخونيه كل فران. ما نقدرش نقول لكم يعني الساعه، انا خدات معايا ساعه المكانه، تحمرت من تحت طلعت من فوق يتحمر. صافي بعد ما دخلت الكنافه ديالي للفرن غنوجد السيرو، نجوج كيسان كبارين د العنبه د السكر، واحد الفاني، وكاس د الماء. غنعدلهم فوق النار حتى يذوب السكر مزيان مزيان ويغلي. عاد ديك الساعه نزيد له هذا شويه د الحامض. ها الكنافه ديالي بعد ما خرجتها من الفرن، صافي ها هي السكر داب مزيان. دابا نزيد له ديك نص عصير حامضه ونردو يغلي واحد الغاليه فوق النار ونبدا نسقي به. فهاد
فهاد اللقطة كانت جات عندي صاحبتي وبدات حتى هي كتصور، حتى هي عجبها الحال. قلت هادشي كيشهي. المهم هنايا عندي اللوز واكاجو والقرقاع، طحنتهم مزيان وزوقت بيهم، حيت ما عندي شي بيستاج، نتوما اللي عندكم بيستاج الفستق زوقوا به كيعطي واحد الخضوريه مزيونه. وزوقت بالورد. ها هي الكنافه ديالنا واجده، بقى سخونه. صافي هنايا كان شي خصني نقطع حيت بقى سخونه، صاحبتي كتقول لي لا والو ضروري خصك تقطع باش نقيسها، ما صبرتش حتى دبرت وقطعتها. هانتوما عاد تشوفوا ملي غنجي نجبدها ما بغيتش تجبد لي، خاصكم تخليوها حتى دبرت عاد قطعوها. ولكن انا قطعت منها غير هذا الطرف صافي، يعني خليت حتى دبرت عاد قطعت منه. ها هي كيفاش كتجي من الداخل ديالها، تبقى الكنافه، تبقى الكريمه، تبقى الكنافه. هي هنا كتذوق وعاد عطيني الراي ديالها. جات واعره الصراحه، جات واعره، كنتمنى تجربوها وما غاديش تندموا، جات فنه ما شاء الله. دمتم في رعايه الله.